مساء الهنا، ازيكم؟ دي رسالة لكل ام بترضع صناعي. كل ام قامت كل يوم بالليل، حضرت ببرونة واتنين وتلاتة، صحيت الصبح اتعقم، وفرت من مصروف البيت ودبقت كتير قوي عشان تجيب للطفل علبة اللبن الصناعي اللي ممكن تكون في احوال كتير خارج ميزانيتها. اتوجعت كتير قوي وهي بتحاول ترضع طبيعي لغياب المعلومة ولغياب المتخصصين وللعادات الكتير الخاطئة اللي حواليها، مش عشان هي وحشة. حاولت، حقيقي بجد حاولت. حاسة كل يوم انها اقل، حاسة كل يوم ان هي كان نفسها تديله اكتر من كده وما ادتلوش. كل ما بيتعب بتلوم نفسها، تفتكر ان هي السبب عشان هو مرضعش طبيعي، مع ان هو ممكن ما بيرضع طبيعي وبيتعب. هو يعني اللي بيرضعوا طبيعي ما بيعيوش؟ ساعات كتير لما بتيجي تشرح لحد ان هي بترضع صناعي، الجملة لازم تقول اصل انا برضع صناعي، اصل انا حاولت كتير بس اللبن كان فيه مشكلة. لازم تبرر، عشان لو ما بررتش الناس بتديها كلمة تخبط فيها. طب وليه؟ خسارة، حرام عليكي، حرام عليكي. في حد يقول لأم حرام عليكي؟ هو في الدنيا حد هيحبه قدها؟ هو انت فاكرة مهما كنتي بتحبي الطفل ده ان انت هتبذلي ربع عشر المجهود اللي هي بتعمله من يوم ما شريته في بطنها، لكل ليلة سهرت، لكل حاجة وجعتها في جسمها، كل جسمها بيوجعها، مش بقالها يوم واتنين، بقالها سنة. ما نامتش 4 ساعات متواصلين بقالها اكتر من سنة. جهازها العصبي كله بينهار، بس ضغط على نفسها عشان من اول انها ترد عليكي انت بذوق، مع انك ممكن تكوني ما تستاهليش ترد عليكي بذوق، لغايه ان هي تسايس في ده وتستحمل ده وتحاول تعوض اللخبطه اللي موجوده في البيت. لو سمحتوا يا جماعه، ما تجيش بمنتهى السذاجه تقولي لواحده بترضع صناعي انت بتستسهلي، وما تجيش بمنتهى السذاجه تفتكري ان انت احسن منها، او تفتكري ان انت اديتي لولادك حاجه كبيره قوي وان هي ست اقل منك. هو ليه الكومبيتيشن؟ يعني ليه السباق؟ انتوا بتتسابقوا على ايه؟ جايزه الام المثاليه دي اكبر جايزه حطت علينا عبء في الكون، انه مفيش حاجه اسمها ام مثاليه. كل ام في بيتها بتبذل قصارى جهدها عشان تبسط ولادها على قد طاقتها هي، على قد الظروف اللي اتربت فيها هي، على قد فهمها هي. انا قد اكون شاكه فعلا ان انا ام كويسه او لا، ساعات بحس اني كويسه، ساعات بحس اني وحشه، بس اللي انا متاكده منه ان مش انتي اللي المفروض تحكمي عليا، ولا انتي عارفه حالي، ولا انتي عارفه لما الباب بيتقفل والاوضه بتتقفل انا وابني بنضحك ولا بنعيط. فلو سمحتوا خليكوا حنينين على بعض، خليكوا بني ادمين مع بعض. الفيديو مش دعوه للرضاعه الصناعي، كل اصلا شغل الصفحه والقناه معمول لدعم الرضاعه الطبيعيه، لان الرضاعه الطبيعيه كنز وجميل وكل حاجه، بس ده مش معناه ان الام اللي رضعت صناعي هي ام وحشه، خصوصا لو مفيش معلومه صح وصلت لها في الوقت الصح. طب الرضاعه الطبيعيه ده من اكتر تخصصات الطب اللي فيها الانسانيه الرحيمه، بس وصلت لنا من كام سنه. لو سمحتي انا بقولك اوعي تحسي بالذنب. انت فاكره ان ال20 سنه الجايين في عمر الطفل معتمدين بس على الرضاعه؟ يا فرحتي لو رضعت طبيعي 2 كاملين، بس بنتي عاشت بعدها على ماكدونالدز وكندر واكل الشوارع، وما اكلتش اكل كويس، ولا بتاكل خضار ولا بتاكل فاكهه ولا بتنام بدري ولا بتلعب رياضه. انت فاكره ان خلاص كده الباب اتقفل مفيش فرصه ان الطفل يبقى كويس؟ لا بالعكس، عيالك ممكن يسبقوا كل الناس طالما عندك العزيمه، طالما لسه احلى حاجه فيكي قلبك. الطفل ده مسيره هيكبر ويعرف قد ايه اديتيله وقد ايه لسه هتديله وقد ايه شايله له جوه قلبك حاجه كبيره قوي. فاللي يقولك كده سمعيه الفيديو ده. السلسله دي اسمها طبطبه لسلامك النفسي واحاسيس الامهات الكتير المضغوطه. السلسله كلها في اول تعليق. لو الفيديو ده طبطب عليكي ارجوكي طبطبي بيه على ام تانية. احنا موجودين نطبطب كل خميس الساعه 10 على فيسبوك، كل 4 الساعه 10 على يوتيوب. ربنا يبارك في الولاد ويقويكم.